السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إزاي نعالج الكذب عند الأطفال؟ أول حاجة وهنقولها دايمًا القدوة الحسنة، لازم ما نكدبش قدّام أولادنا وهُم عارفين إن إحنا بنكدب، ولا نكدب عليهم، ولا نوعدهم بوعود وإحنا مش قادرين نحققها، يا إما نوعدهم بحاجة إحنا قادرين نحققها، يا ما نوعدهمش ولو هنخلف في بوعدنا يبقى لازم نجيبهم ونفهمهم ونقول لهم يختاروا حاجة تانية أو يصبروا علينا، ما نناديش على طفل صغير ونقول له تعالَ خُد اللي في إيدي وإحنا مش في إيدينا حاجة، دي بداية الكدب عند الأطفال، فنخلّي بالنا، بعد كده هنعلّي عندهم قيمة الصدق ونعرّفهم إن الكدب ده صفة وحشة جدًا ومرفوضة أصلًا حتى مرفوضة عندنا في الإسلام بوجه عام، وهنقول لهم حديث حفظناه من وإحنا صغيرين: آية المنافق ثلاث أولهم إذا حدث كذب، فالكدب ده مرفوض تمامًا عندنا في الإسلام. إيه تاني؟ هنخلّي البيئة اللي الطفل فيها بيئة كلّها حُب وحنان وأمان ونقاش، وهنتكلّم معاه دايمًا ويبقى في أسلوب للتحاور ما بيننا، ما نلجأش للعنف الجسدي ولا اللفظي علشان الطفل ما يضطرش إن هو يكدب عشان يهرب من العقاب. هنعلّم الطفل إن هو يختار أصدقائه بعناية ويكونوا صادقين علشان الطفل طبعًا بيتعلّم من اللي حواليه، فلو صاحبه بيكدب فهو كمان هيكدب. لازم لو الطفل كدب نتعامل بحكمة وبهدوء كالعادة زي ما اتعودنا في أي تربية. ونسمع منه هو ليه كدب، ولو اعتذر نقبل منه اعتذاره بس نعرفه إن الكدب ده صفة مرفوضة نهائي. تمام. إيه تاني؟ لازم نعلم الطفل إن في بدايل يطلب بيها اللي هو عايزه غير إنه يكدب. لو الطفل بقى بيخلط بين الحقيقة وبين الخيال فلازم نفهمه ونعرفه إيه الفرق بين الواقع وبالخيال. إن إحنا بنقرأ قصص، الحاجات اللي بتدور في دماغنا ده خيال، أما الحقيقة فاللي بنشوفها بعينينا وبنسمعها بوداننا فهو ده الحقيقي وده الواقع اللي قدامنا. واحدة واحدة بيبدأ يتعلم. لو عايزين تشوفوا الحلقة مفصلة، لو على الفيسبوك هتلاقوه اللينك بتاعها في التعليقات، ولو على اليوتيوب هتلاقوا الحلقة كاملة على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.